السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة تحفة جدا في انقاص الوزن واذابة الدهون وخاصة البطن. يعني حاجة كده من الاخر بمكونات جميلة جدا وكلها فعالة في اذابة الدهون وسد الشهية وإذابة الدهون وخاصة دهون البطن. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عجبك الفيديو كالعادة يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وصلك مني كل جديد. المكونات اللي احنا هنستخدمها هي اللي قدامك دي كده بالظبط، 3 مكونات والتلاتة أحسن من بعض. حاجات كده هوت من الآخر من الطبيعة، حاجات طبيعية في سد الشهية وفي إنقاص الوزن. ال3 مكونات دول ايه؟ عبارة عن جنزبيل ورق لورا وعود من القرفة أنا كسرت 2. الجنزبيل لوحده تحفة، بيرفع معدل الأيض، بيكبح الشهية، ينظم مستوى السكر في الدم، يحسن الهضم، إذابة الدهون وخاصة منطقة البطن. وكمان ورق اللورا أحسن وأحسن وأحسن. فورق اللورا نشط الحرق ويطرد السموم والمية زايدة في الجسم، يحسن الهضم وينظم مستوى السكر هو كمان في الدم ويقلل الشهية. القرفة بقى كمان زيها بالظبط، نفس الحاجات كله مع بعضه. كمان القرفة بتعمل فوائد جميلة جدا، فيها زيادة معدل الحرق ومنع تخزين الدهون، كبح الشهية وتقليل الجوع، تنظم السكر في الدم ويحسن الهضم. ال3 احلى من بعض واحسن من بعض. هتحط لهم كوباية مية او تحطيهم في كوباية تحطي عليهم مية مغلية وهتسيبيهم طول الليل لغاية الصبح. هتحطيهم في كوبايتين ميه وتسيبيهم على النار بعد الغلي 3 دقايق. وكمان تسيبيهم بقى لغايه لما يبردوا وتشربي كوبايتين، واحده الصبح على الريق وواحده قبل النوم. هيعملوا لك شغل جامد جدا. استمري عليها لمده اسبوعين وهتلاقي الفرق جميل جدا في المقاسات وفي الميزان بتاعك. كده فيديونا خلص. يا رب يكون عجبك ونرضاك واستحسنك. لو عجبك ما تنسيش اللايك والشير والشارك في القناه وفعلي زر الجرس واشترك مني كل جديد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.